السلام عليكم، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم غادي نقدم لكم مقروط في الفران كيجي رائع جدا بعده رشامات ولا باشكال مختلفه كيف ما كتشوفوا معايا. كيجي لذيذ صحي نوعا ما لانه ما كيتقلاش هش. فإلا كان كيعجبكم المقروط في حالي، لان انا ما يمكنليش ندوز سيدنا رمضان بلا ما ندير المقروط، فتفضلوا معايا تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. غادي نحتاجو هنايا 500 غرام ديال السميد الناعم اولا السميده الرقيقه، قبصه ملح، 200 غرام ديال الدقيق الابيض يعني الفورس، 120 مليلتر ديال الزبده مذوبه اولا 120 غرام، 120 غرام او مليلتر ديال الزيت. عندي هنا 100 غرام ديال ماء الزهر، وعندي هنا 150 غرام حتى 200 غرام ديال الماء اولا 150 مليلتر، يعني كديروا اما الغرام اما المليلتر. فواحد القصعه كنخلطوا السميد بالدقيق وكنبسبسوهم بالزيت والزبده اللي كتكون بارده، وكنكونوا محيدين لها داك الماء اللي كيكون متواجد فيها. كنبسبسو بهذه الطريقه برؤوس الاصابع بحال الشكل ديال الحرشه، وكنخليوه من الاحسن يبقى ليله كامله. الا ما كانش الوقت كنخليوهم على الاقل واحد الساعه اولا جوج باش كيتشربوا لينا دوك الزيوت. في الغد غادي نضيف ماء الزهر كيف ما قلت لكم، عندي هنا 100 مليلتر ديال ماء الزهر، يعني واحد كاس لاروب تقريبا. وغادي نضيف الماء تدريجيا بلا ما نحاول نعجن، يعني بحال الطريقه ديال الحرشه غير بالرؤوس الاصابع. وكيف ما قلت لكم من 150 حتى ل 200 غرام على حسب نوعيه الدقيق اولا نوعيه السميد اللي عندكم، واش كتشرب اولا ما كتشربش. كنبقاو كنجمعوا بهذا الشكل وكنخليوها ترتاح. كنمشيو كنوجدوا العجينه ديال التمر. الا ما كانتش عندنا جاهزه كنبخروا التمر وكنمعكوه وكنضيفوه لهذا الشيء هذا الاخر. عندي هنا 400 غرام ديال العجينه ديال التمر اللي كتباع موجوده، 3 ديال المعالق كبار ديال بودره اللوز اولا اللوز بالقشره ديالو اولا الجنجلان مطحون، 3 ديال القرنفلات مطحونين، وراس معلقه ديال القرفه اولا 4 معالق، معلقه ديال الزبده اولا ديال الزيت، ومعلقه كبيره ديال الماء زهر. كنخلطوا جميع العناصر. بالنسبه للوز اولا الجنجلان ماشي ضروريين، هذا كيبقى اختياري، يمكن لكم تستغناو عليهم يعني تماما. كنحاولوا نعجنوا بهذه الطريقه هذه حتى كتندمج لنا جميع العناصر. كنخليوها جانبا وكنمشيو للعجينه ديالنا. كنديروا واحد شويه ديال العجينه في اليد ديالنا وكنبقاو كنطلقوها بهذا الشكل. كنديروا دي بودان، كنديروا عاوتاني دي بودان اولا حرابل بالعجينه ديال التمر يكونوا اصغر حجما من لاباط ديالنا بهذا الشكل. كنحاولوا نحفروا واحد الحفيره اما باليد ديال واحد الملعقه خشبيه اولا باليدين ديالنا، كنسدوا وكنبقاو كنحربلوها باليدين ديالنا باش تكون ليس. كنقطعوا دابا على شكل معين يكونوا متساويين باش يجيونا المقروط يجينا زوين. وكنمشي كنكمل في العجينه الاخرى اللي بقات لي عاوتاني على حسب الموديلات انا اللي بغيت. دابا نتوما غادي تشوفوا ان شاء الله معايا كلشي. دونك هنا غنستعن بواحد النقاش ديال الكاطو اولا ديال الكعك، راه كيكون معروف. كندير واحد الخط من الطرف حتى للطرف في الطول، وكنحاول ندير خطوط مائله في الجنيبات بحال هكا، كتجي بحال شي شجيره. حاولوا تجبدوا لابانس مزيان، يعني ما تخافوش منها باش تحصلوا على يعني على منظر يكون جميل. دونك انا غادي نكمل دي موديل بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا كيجيو زوينين. بالنسبه لهنايا فغادي ندير الخط على العرض ماشي على الطول، على العرض. غنمشي واحد الجنب غادي نكمل فيه الخطوط على العرض، والجنب الاخر غادي ندير فيه خطوط على الطول. بحال اللي كتشوفوا هادو مايلين بحال هكا وهادو على الطول، كيجي حتى هما المنظر ديالهم جميل جدا. دونك غادي نبقى بهذا الشكل حتى غادي نكمل. وغادي نمشيو دابا نديروا عاوتاني موديلات اخرى. بالنسبه اللي عنده هاد القوالب ولا هاد لي زامبورط بياس فيستعن بهم. كيديروا واحد الكره وكيعمروها بواحد الكويره صغيره ديال التمر
وكنطبعوا فكيجيو حتى هما ساهلين وبراتيك. دونك فاش غادي ننتهيو الاشكال الاولى غادي نحطوهم بهذا الشكل. ضروري من المقروط يكونوا ملاصقين شي مع شي باش داك التمر ما يقصحش لينا في الطياب. والفران ضروري يكون سخون من قبل بشي 15 دقيقه او 10 دقائق قبل. المده الحراره 180. كندخلوهم دابا لمده ديال 20 دقيقه، يعني ما تزيدوش باش ما يقصحوش. بالنسبه لهذا الموديل كندير مستطيل على مستطيل وكنبقى كنلوي بهذا الشكل هذا. كنقطعو بنفس الطريقه مع الولا، يعني على شكل معين، وكنرشمو بلا بانس، يعني رشيمات عشوائيا بهذا الشكل كيجيو زوينين بزاف. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش نهائيا لا بانس كيمكن لهم يديروا نفس الطريقه، كيديروا واحد الموس من الفوق بحال هكا. انا هنايا بغيت نخلط، يعني تعمدت نخلط شويه ديال لاباط ديال التمر مع شويه ديال العجينه باش نحصل على هاد الالوان هكا. دونك هنا فاش خرجتهم من الفران بحال اللي قلت لكم 20 دقيقه لا اكثر، او 25 على حسب الفران ديالكم. حراره 180. كنخليهم يبردوا تماما. كنسخنوا العسل مزيان، كنديروا فيها شويه ديال المزهر وكنطفيوهم فيها بهذا الشكل هذا. كنخليهم يستقطروا على واحد الشبيكه، وكنكملوا مع الموديلات الاخرين. الا بنت لنا العسل بردات شويه كنعاودوا نسخنوها في الميكرو اوند باش هذاك المقروط كيرطب لينا وكيجينا زوين وكيتشرب لينا العسل مزيان. باش غادي نساليو الموديلات ديالنا كاملين غادي نديروهم في واحد البواطه، وغادي نفرقوا بيناتهم ببلاستيك غذائي، وغادي ندخلوهم للكونجيلاتور فاش نحتاجوهم نجبدوهم قبل غير بشويه. فبحال يلا صوبناهم. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تابوناو معايا في العشين وديروا جيم وتبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم، والى الفيديو اللاحق ان شاء الله.